يلا صلوا على النبي. عرفنا ان الضباط الاحرار اتأسسوا سنة 1949 بسبب تعرضهم لمجموعة من المؤثرات السياسية خلتهم يشتغلوا في السياسة. المؤثرات دي كانت عبارة عن حاجتين: حادث 4 فبراير 42 وده اتكلمنا عنه، وحرب فلسطين 48. طيب، والثورة هتقوم يوم 23 يوليو 1952. يبقى السؤال اللي انا عايز اتكلم عنه دلوقتي: اشمعنى الثورة؟ اشمعنى؟ ليه الثورة يوم 23 يوليو؟ اشمعنى 23 يوليو؟ يعني ليه مثلا ليه الثورة مش 22 يوليو؟ ليه 23؟ وليه يوليو؟ ليه مش يونيو؟ ليه مش نوفمبر؟ وليه 1952 ليه مش 50؟ وليه مش 53؟ وليه مش 55؟ يبقى احنا عايزين نناقش ميعاد الثورة. ايه العوامل؟ هل اليوم ده مثلا مثلا كان عيد ميلاد مثلا واحد من زعماء التنظيم فقرر انه يحتفل ويعمل ثورة؟ هل اليوم ده مثلا كان في مثلا حادثة معينة في البلد والضباط الأحرار استغلوها وعملوا الثورة؟ عايز أعرف. اقفل الباب. عايز أعرف اشمعنى 23 يوليو؟ اشمعنى اليوم ده؟ عشان أعرف اشمعنى اليوم ده بالذات يا إبراهيم لازم أرجع للموضوع من بدري شوية. تعال نشوف من الأول خالص الميعاد الأول للثورة. احنا قلنا تنظيم الضباط الأحرار اتأسس سنة كام؟ 1949. فهنا الضباط الأحرار كانوا ناويين، كانت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار تنوي القيام بالثورة سنة 1955. الثورة كان مكتوب لها ما تكونش كام؟ الثورة كانت متحددة ميعاد 1900 كام؟ 55. يا 55. فبنسأل جمال عبد الناصر: انت عامل التنظيم في كام؟ في 49 وهتستنى لسه ل 55؟ يعني انت عايز تقول بعد مرور 6 سنوات من انشاء تنظيم الضباط الاحرار؟ قال لك ايوه. فانا بساله واقول له ايه؟ كتير يا اخي، 6 سنين. 6 سنين كتير. فهنا الرد بيقول ايه؟ بيقول انا هستنى 6 سنين ليه؟ حتى يستكمل التنظيم بناؤه، عشان اكون كملت بناء الايه؟ التنظيم داخل كل وحدات واسلحه الجيش. يبقى جمال عبد الناصر كان شايف ان هو لازم ياخد وقت طويل عشان يكون بقى ليه اشخاص في كل وحده وكل سلاح في الجيش. فبنقول له 6 سنين برضو كتير. قال لا مش كتير. طب مش كتير ليه؟ لان الامر لم يكن سهلا. لان الامر لم يكن ايه؟ سهل. طب ليه الامر مش سهل؟ قال لك الامر مش سهل لعده اسباب. لان فيه المخابرات الامريكيه، وفيه المخابرات البريطانيه، وفيه اجهزه الملك الخاصه، وفيه البوليس
المصري وفي أجهزة الأمن، كل دي اسمها أجهزة الأمن. أجهزة الأمن ديت بقى والمخابرات الأمريكية والبريطانية، ده عامل خارجي، دول ودول لم يكفوا بحثا عن الضباط الأحرار. وانت عارف الضباط الأحرار ده تنظيم علني ولا تنظيم سري؟ تنظيم سري، لأن انت عارف قوانين الجيش تمنع اشتغال العسكريين بالسياسة، ممنوع. خلاص؟ يبقى كان الميعاد الأول للثورة سنة كام؟ يعني بعد مرور كام سنة؟ 6 سنوات على تنظيم الضباط الأحرار، بحيث يكون الضباط بقى لهم مكانة في كل وحدة في الجيش. فاحنا مستغربين ان هم 6 سنين كتير، الأمر صعب. طب الأمر صعب ليه على الضباط؟ لأن في عوامل خارجية وفي عوامل داخلية. في مخابرات أمريكية وبريطانية بتدور على الضباط الأحرار، عايزة تقبض عليهم. فكان لازم يكون التحرك بإيه؟ بحذر شديد وبهدوء شديد. طيب بس الثورة ما قامتش سنة 5، الثورة قامت سنة، يبقى حصل تغيير في الميعاد. علشان كده هتكلم عن الميعاد التاني. ايه اللي حصل يا استاذ؟ اللي حصل ان يوم 26 يناير 52 حصل حريق القاهرة، كلنا عارفينه. فلما حصل حريق القاهرة، الملك فاروق زي ما احنا فاكرين عزل النحاس وفرض الأحكام العرفية واستبد بالحكم تاني، والملك عين وزارات أقلية. لو تفتكروا لما عين علي ماهر من جديد ورجع يعين وزارات اللي كان فيها آخرها نجيب الهلالي. فلما ولعت القاهرة في 26 يناير الضباط قال لك لا بقى، مش هنستنى لسنة كام؟ 55. فتم تحديد الميعاد الثاني للثورة. قال لك احنا لازم نقدم الثورة شوية، هنقدم الثورة 3 سنين. فتغير الميعاد من 55 إلى شهر نوفمبر، شهر 11 1952. يبقى لماذا جاء ميعاد الثورة مبكرا 3 سنوات؟ ليه اتغير ميعاد الثورة؟ بسبب حريق القاهرة 26 يناير 52 وعزل النحاس وفرض الأحكام العرفية وتعيين وزارات الأقلية. حلو جدا، خلاص. يبقى الثورة هتبقى في شهر كام؟ شهر 11. ولكن الثورة ما قامتش في شهر 11، الثورة اتعملت في شهر 7. يبقى أكيد حصل جديد. يبقى هروح للميعاد الميعاد الثالث. الميعاد الثالث. تعال نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل يا استاذ ان ولكن يوم 16 يوليو 1952، يوم 16 يوليو 1902 حصل حاجتين. الملك أصدر قرارين. الملك أصدر قرار بحل مجلس إدارة نادي الضباط. الملك هيحل المجلس. فاكرين المجلس اللي رفض قرار الملك يوم 16 يونيو؟ قبلها بشهر، بعدها بشهر الملك حل مجلس إدارة نادي الضباط خالص. مش بس كده، ده الملك
عين واحد اسمه إسماعيل شيرين بيك. أيوه، أبوه اسمه إيه؟ شيرين. إسماعيل شيرين بيك. عين إسماعيل شيرين بيك إيه ده يا أستاذ؟ عينه إيه؟ عينه وزير للحربية. طب وإيه المشاكل يعني؟ هل المشكلة يعني إنه اسمه شيرين؟ لا طبعا. المشكلة إن هو عين إسماعيل شيرين بيك ده وقال له أنت ليك شغلانة واحدة بس، شغلتك التنكيل بالضباط الأحرار. يعني إيه؟ يعني تقبض على الضباط الأحرار ويتم تشريدهم ويتم طردهم من الخدمة. أنا عارف اللي جه في دماغك، أنا عارف أنت افتكرت مين دلوقتي، صح؟ أنا عارف أنت افتكرته مين. أيوه، افتكرته أيام عرابي، افتكرته نسيب الخديوي توفيق داوود باشا، بالظبط كده. يبقى عندي ربط بالباب الكام؟ بالباب الثالث. خلاص، ان الهدف من تعيين اسماعيل شيرين بيك هو نفس الهدف من تعيين داوود باشا، كلاهما لتشديد الرقابة على الضباط، سواء كانوا العرابيين داوود او الاحرار مين؟ اسماعيل شيرين ايه بيك. طيب يبقى 16/7 تم حل مجلس إدارة نادي الضباط وتعيين واحد عشان يقبض على الضباط الأحرار. هل الضباط الأحرار هيستنوا لشهر 11 ولا هيغيروا الميعاد؟ فكان الميعاد الثالث، قال لك الثورة هتبقى يوم 22 يوليو. 2 وكام؟ لسه ما وصلتش لميعادنا الحقيقي. 22 يوليو 52. انا ما غلطتش، انا عارف دي 23 دي كام؟ 22 قبلها بيوم. طب اشمعنى 22؟ قلت بسبب القرارات الجديدة. قال لك هيعملوا الثورة يوم 22 ليه؟ لإقالة الوزارة الجديدة اللي هي وزارة نجيب الهلالي، لأنه نجيب الهلالي عايزين يقيلوا الوزارة بتاعته قبل أداء اليمين الدستورية، لأن نجيب الهلالي هيتولى الوزارة اللي هيبقى فيها مين؟ وزير حربية، اللي صدر قرار به يوم كام؟ هتأدي اليمين الدستوري يوم 22 يوليو. فكانوا عايزين يعملوا الثورة ليلة 22 يوليو قبل أداء الوزارة اليمين الدستوري، قبل ما تحلف اليمين، قبل ما نجيب الهلالي يروح يقف كده قدام الملك وياخد معاه الوزراء ويقول أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الملكي وأحافظ على النظام الدستوري، أحافظ على الدستور وأرعى الوطن وسلامة أراضيه، قبل ما يؤدي اليمين الدستوري اللي احنا بنشوف الوزراء بيأدوه قدام الرئيس طبعا زمان، أي قدام الملك. فعايزين يشيلوا الوزارة قبل ما تأدي اليمين الدستورية، وبالمرة يشيلوا معاها مين؟ فعشان كده الضباط عقدوا 3 اجتماعات. القرار كان يوم كام؟ عملوا اجتماع يوم 17 ما وصلوش لنتيجة، يوم 18 ما وصلوش لنتيجة، يوم 19 قال لك الحل تكون الثورة ليلة 22 يوليو 1952. بس مش ده ميعاد الثورة. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فلما تعذر ذلك
تعذر القيام بالثورة ليلة كام؟ فكان الميعاد الأساسي للثورة الميعاد الرابع، وهو 23 يوليو 52. ليه؟ بسبب تعذر ولكن تعذر ذلك، يعني ما عرفوش يعملوا الثورة يوم 22، فكانت الثورة يوم 23 يوليو 1952. وبكده نكون عرفنا ايه اللي خلى الثورة تكون يوم 23 مش يوم تاني. 23 يوليو الساعة 7:30، والبيوت زمان كلها بتبقى مشغلة الراديو الصبح. الساعة 7:30 مرة واحدة من دار الإذاعة المصرية. طبعا الضباط طول الليل من 12 صباحا وجاي كده يوم 23 يوليو ما بيتحركوا، قفلوا مداخل ومخارج القاهرة، عزلوا القادة الكبار في الجيش اللي هم مش تبعهم، عزلوه، وبدأوا يسيطروا على الجيش، تولوا هم زمام الأمور مكانهم، علشان ما فيش حد من القادة الكبار يصدر قرار للفرقة اللي تحت اللي هو بيحكمها، أو الفرقة اللي هو القائد ليها، إن هي تتحرك ضد الضباط الإيه؟ لأن لو حصل كده هيحصل انقسام في الجيش، ولو الجيش انقسم الدنيا اتدمرت كلها، البلد اتدمرت. الساعة 7:30 الصبح صوت محمد أنور السادات من دار الإذاعة المصرية، بصوت اللي بيتكلم مين؟ محمد أنور السادات. بسم الله، باسم الأمة، باسم اللواء، باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة. هل محمد نجيب كان القائد العام ولا اسماعيل شيرين؟ معنى ان هو قال باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة، يبقى قيادة الجيش اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ بنو وطني اجتازت مصر في تاريخها الأخير فترة من الفساد، اجتازت مصر في تاريخها الأخير فترة عصيبة من الفساد والرشوة، وقد تضافرت العديد من العوامل مما أدى إلى هزيمتنا في حرب فلسطين، وقد تآمر الخونة على الجيش وتولى أمر الجيش إما خائن وإما جاهل وإما فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. طبعا بيرمي على مين؟ على الملك والحاشية وإسماعيل شيرين بيك. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. بيتكلم على مين؟ محمد نجيب. وأرى أن الشعب سيلقى هذا الخبر
بالابتهاج والترحيب، والله ولي التوفيق. دي كانت كلمات البيان الأول للثورة الساعة 7:30 يوم 23 يوليو بصوت محمد أنور السادات باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة. ده كان البيان الأول للثورة. طب ما تيجي نسمع البيان. تجاوز مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار. افصل كده حط ثواني. في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب، يبقى هو في الجزء الأولاني بيتكلم على أحوال البلد لحد ما وصل لهزيمتنا في حرب فلسطين. طيب بعد الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أما من رأينا اعتقالهم من رجال، يبقى ده كان البيان الأول للثورة باسم مين؟ ده صوت مين؟ صوت مين الأول؟ لما قال باسم مين بقى؟ اللواء مين؟ اللواء محمد محمد نجيب. طيب تعال بقى نشوف موقف أو نتيجة إذاعة البيان الأول للثورة. النتيجة، طيب لو خدنا بالنا إن البيان ده يا أستاذ هيأثر على مين؟ البيان موجه لمين؟ البيان موجه للجيش، موجه للشعب، موجه للملك، موجه لوزارة الملك. يبقى أنا هتكلم عن نتائج إعلان البيان الأول للثورة. يبقى علشان ننظم الكلام شوية، يبقى أنا عايز أعرف موقف الجيش، عايز أعرف موقف الشعب، عايز أعرف موقف الوزارة، عايز أعرف موقف الملك. يبقى البيان هيأثر على 4 أطراف. تعال نشوف الجيش. بمجرد إعلان البيان الأول للثورة، إيه اللي حصل يا أستاذ؟ صارعت جميع وحدات وأسلحة الجيش، جميع وحدات وأسلحة الجيش صارعت صارعت بالانضمام للثورة، أو بالانضمام للضباط الأحرار، خاصة زي ما قلت لكم كده بعد أن قام الضباط المنتمون للأحرار بتنحية القدامى نحو الضباط القدامى،
وتولوا هم زمام الامور. خلاص، يبقى الجيش مؤيد ولا معارض؟ مؤيد. حدث انقسام ولا وحده؟ وحده. طيب نشوف موقف مين بقى؟ الشعب. زي ما شفنا في الفيديو من شويه، جميع المصريين بقى التفوا حول اجهزه الراديو. كل المصريين متجمعين حول اجهزه الايه؟ الراديو، يستمعون الى البيان، والبيان يرجع يتذاع تاني، ويقابلون ذلك بالتصفيق والايه؟ والهتاف. يبقى اول حاجه موقف الشعب، يبقى كده مؤيد ولا معارض؟ مؤيد. واحد اهو، التف المصريون حول اجهزه الراديو ليستمعون الى ايه؟ الى بيان الثوره. مش بس كده يا استاذ، المصريين هينزلوا الميادين وهيقابلوا محمد نجيب اثناء خروجه من مبنى قياده الجيش وهو راكب عربيه مكشوفه كده. المصريين هيقابلوه بالهتاف والايه؟ والتصفيق. يبقى هنا في تأييد ولا في معارضه؟ تأييد. يبقى كده الاحداث اثبتت ان الجيش والشعب ايد واحده. خلاص؟ طيب يبقى موقف الشعب. موقف الثاني اهو، قابلوا محمد نجيب اثناء خروجه من مبنى قيادة الجيش، خلاص، وهو يركب عربة مكشوفة. قابلوه بايه؟ بالتصفيق والهتاف. يبقى موقف ايه؟ مؤيد. موقف مؤيد. نروح للوزارة. نجيب الهلالي اللي كان مكتوب له انه يحلف اليمين، اللي اتولى يوم 22 يوليو 1902، ايه اللي حصل يا استاذ؟ قدم استقالته بناء طبعا على طلب الضباط الايه؟ الاحرار. وتم تعيين علي ماهر. فاكرينه؟ فاكرين علي ماهر؟ السياسي المخضرم. رغم ان علي ماهر ده محسوب على الملك، بس علي ماهر ده سياسي مخضرم، يعني تولى الوزارة اكتر من مرة، واكتر واحد يعرف يخرج بالبلد في امان في الوقت ده، عنده خبرة. خلاص؟ يبقى تم تعيينه بناء على طلب مين؟ الضباط الاحرار. طيب الملك طبعا هيوافق ولا هيرفض؟ هيوافق. عارف والله السؤال اللي في دماغك، انجلترا فين؟ عارف. والملك وافق ليه؟ عارف. هنجاوب عن كل ده دلوقتي. هنجاوب عن كل ده دلوقتي. تعال بقى الملك بعد اما عين علي ماهر رئيس للوزارة، الضباط الأحرار عملوا اجتماع يوم 23 برضه، اجتماع في مساء يوم 23 يوليو، نفس اليوم بتاع الثورة بس المغرب، وقرروا عزل الملك فاروق وإرسال وحدات عسكرية لتعزيز الحامية العسكرية اللي في الإسكندرية استعدادا لعزل الملك. الملك كان ساعتها موجود فين؟ في اسكندرية، في حامية بتحمي مين؟ الملك. فالضباط هيرسلوا وحدات من الجيش عشان تقوي الحامية اللي بتحمي الملك استعدادا لعزل الملك. قرار قوي جدا. تعال نشوف الملك هيعمل ايه. الملك وقع الامر الملكي. ايه الامر الملكي ده؟ بالتنازل عن العرش لابنه احمد فؤاد الثاني. وابنه ده اصلا كان طفلا. مين اللي هيوافقه يا عمر؟ ما هم الضباط الاحرار اللي قدموا الامر ده يا عمر. الضباط قدموا وثيقه. يعني
ما فيش واحد منهم هو اللي لا، ما فيش حد من الضباط لان نظامنا ملكي. نظامنا ملكي. يبقى الملك بكل احترام وقع الامر الملكي بالتنازل. مين اللي مقدم الطلب؟ الضباط الاحرار. عن العرش لابنه احمد فؤاد الايه؟ اذا اخر حكام النظام الملكي هو مين؟ احمد فؤاد، الذي كان ما زال ايه؟ هل في طفل هيحكم يا عمر؟ هيعينوا مجلس وصايه من الضباط عليه لحد ما نلغي النظام الملكي ونعلن النظام الايه؟ الجمهوري، وبعد كده نعين رئيس بقى من الضباط الاحرار او رئيس من المصريين. خلاص. وفعلا الملك وقع الامر الملكي اللي كان فيه ان الملك هيغادر البلاد قبل الساعة 6 مساء يوم 26 يوليو. قالوا له في الامر اخرك معانا بعد 3 ايام من توقيع الامر الملكي. 26 يوليو 52 الملك غادر البلاد قبل الميعاد المحدد. قال لك انا مش هستنى اليوم كام، مش هستنى للساعة كام؟ 6. ليه الملك وافق؟ لان الملك ادرك ان الجيش والشعب يكرهان ايه؟ حكمه وبواقيت ايه؟ واحدة. ودايما عندنا في مصر الحمد لله الاحداث بتثبت كده. الاحداث دايما بتثبت ان دايما الجيش والشعب ايد واحدة. وطول ما الجيش والشعب ايد واحدة مفيش انقسام، طول ما مصر هتفضل دولة قوية ومحدش هيقدر يهدد الدولة المصرية. زي ما الرئيس كان بيقول كده، لازم نحافظ على ايه؟ تماسكنا. في وسط الاحداث اللي بتحصل ديت لازم نحافظ على تماسك المصريين. ومش انا اللي بقول الكلام ده، الاحداث والتاريخ اللي بيثبت الكلام ده. لان انت مثلا بتتكلم عن مين؟ بتتكلم فين انجلترا؟ انجلترا ما اتدخلتش ليه؟ ما تقدرش تتدخل في الحالة دي لان انت بتتكلم عن جيش وعن شعب. جيش وشعب. طيب يبقى الملك ادرك ان الجيش والشعب يكرهان حكمه وان الانجليز تخلوا عنه. وبكده يوم 26 يوليو 1952 تكون غربت شمس آخر حكام الأسرة العلوية، أسرة محمد علي اللي حكمت من 1805 ل 1900، مش هقول 52، هقول 53 لأن ما زال أحمد فؤاد اسمه الملك. يعني ما يقرب من 148 سنة أسرة محمد علي، من 148 سنة الأسرة العلوية. طبعا طلع محمد نجيب مع الملك وأدى له التحية العسكرية. خلاص. وركب الملك في اليخت المحروسة، يخت كده كانت خاصة بالملك بس طبعا ملك مصر. ومحمد نجيب أمر قائد اليخت المحروسة إن هو ينزل الملك في أول ميناء يرغب النزول به، ثم يرجع لإيه تاني؟ يرجع لمصر. وبكده تكون انتهت، مش عايز أقول انتهت لأن ما زال مين اسميا؟ أحمد فؤاد. تكون غربت شمس آخر حكام أسرة مين؟ محمد علي. خلاص؟ طيب كده خلصنا من مين؟ من الملك. وكده لسه هي مصر مستقلة عن انجلترا اسميا، بس ما زال قوات الانجليز موجودين في مصر، خاصة في منطقة قناة السويس. ايه بقى اللي هيحقق اللي انت عايزاه ده اللي هو خروج انجلترا؟ حاجة اسمها انجازات الثورة. يبقى احنا بعد ما اتكلمنا على البيان الاول للثورة وميعاد الثورة، تعال بقى نشوف يلا مبادئ الثورة.
مبادئ ثورة 23 يوليو. ثورة 23 يوليو لها 6 مبادئ. 6 مبادئ. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيقول ايه؟ بيقول السائر الحق، السائر الحق هو من يثور على الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. يثور على الفساد ثم يهدأ ليبني. عشان كده ثورة يوليو كان ليها 6 أهداف. 3 قضاء، هتقضي على 3 حاجات وحشين، و3 إقامة، هتقيم 3 حاجات كويسين. يا ترى الثورة يا أستاذ هتقضي على إيه؟ هتقضي على الحاجات اللي ما كانتش عجبانا. 1، القضاء على الاستعمار وأعوانه. القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم. احنا شفنا اللي كان معاه فلوس ويقدم رشاوي كان هو اللي بيحكم، وشفنا استغلال الرأسماليين للعمال، وشفنا الشركات اللي كانت كلها في ايد مين؟ الأجانب، وشركة قناة السويس اللي كانت فرنسية، والإنجليز اشتروا برضو جزء من الأسهم والأرباح. طيب يبقى القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم. وشفنا الفلاح اللي ما كانش بيملك الأرض الزراعية، يبقى القضاء على الإقطاع. وإقامة 3 حاجات. إقامة 1، عدالة اجتماعية. عرفنا أن المجتمع بتاعنا كان بيعاني من التفاوت بين الطبقات. وشفنا السادات هو بيتكلم عن أحوال الجيش، تولى أمر الجيش إما خائن أو جاهل أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش إيه؟ يحميها. يبقى إقامة جيش وطني قوي. وشفنا الأحزاب اللي كانت بتتصارع مع بعضها، يبقى إقامة حياة ديمقراطية سليمة. يبقى ثورة 23 لها كم؟ لها من المبادئ كام؟ 6. يبقى احنا هنا بنطبق كلمة السائر الحق هو من يثور على الايه؟ على الفساد. يفضل في ثورة على طول؟ لا، يهدأ. يهدأ ليه؟ ليبني الأمجاد. فين الأمجاد؟ عدالة اجتماعية، جيش وطني قوي، حياة ديمقراطية سليمة. 6 من المبادئ، 3 قضاء و3 إقامة. إيه بقى اللي بيحقق المبادئ؟ اللي بيحقق المبادئ الإنجازات، ما تحقق على أرض الواقع. ثورة يوليو كان لها إنجازات داخلية وخارجية. داخلية لها إنجازات سياسية، لها إنجازات اجتماعية، هتنبسط دلوقتي خلي بالك، لها إنجازات اقتصادية، سياسية واجتماعية واقتصادية. أما في المجال الخارجي فلها إنجازات عربية ودولية وإفريقية. هناخد من الإنجازات دلوقتي الإنجازات السياسية. الإنجازات السياسية لثورة 23 يوليو، كل اللي ما كانش عاجبك هنلغيه. تعال نشوف. فاكر دستور 23 اللي الملك اتدخل فيه وكان من حق الملك حل البرلمان وإقالة الوزارة؟ أول قرار إلغاء. كده دستور 23 اتلغى كم مرة؟ مين هيفتكر معايا؟ الدستور كده اتلغى كم مرة؟ كده اتلغى كام؟ مرة لغاه إسماعيل صدقي وحط دستور 30
ورجع الملك رجعه لغى 30، ومره لغاته ثوره 23 يوليو. يبقى الغاء دستور 23. وبعد ما لغينا الدستور تم حل الاحزاب السياسيه. فاكر الاحزاب التي كانت تتصارع من اجل وصول الحكم؟ تم حل الاحزاب ومصادره املاكها واموالها لصالح الشعب المصري. يبقى لغينا الدستور، حلينا الاحزاب. وفي 18 يونيو 1953، وده يوم تاريخي في حياة الشعب المصري، وده يوم عيد عندنا في كل سنة. ايه اللي حصل يا استاذ؟ في يوم 18 يونيو تم إلغاء، تم إعلان، تم تعيين، تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتعيين محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية. وبكده فعلا نكون تخلصنا من آخر بقايا الأسرة العلوية. يبقى أحمد فؤاد كانت فترته من 26 يوليو ل 18 يونيو، يعني تقريبا 11 شهر. لغينا الدستور، حلينا الأحزاب، لغينا الملكية، أعلنا الجمهورية، عينا محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية. مش بس كده يا أستاذ، وفي أكتوبر 19 أكتوبر 1954 إيه اللي حصل يا أستاذ؟ وقعنا الاتفاقية، توقيع اتفاقية الجلاء. جلاء يعني الرحيل عن مصر مع بريطانيا خلال 20 شهر. يعني قلنا لبريطانيا معاكم 20 شهر تطلعوا من مصر، تلموا قواتكم، أسلحتكم، دباباتكم، عساكركم، ضباطكم، ما نشوفش حد في البلد. يبقى احنا كده وقعنا اتفاقية الجلاء. يبقى احنا كده يا أستاذ بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نحقق المبدأ الايه؟ الأول اللي هو القضاء على الايه؟ على الاستعمار. طيب، وفعلا يوم 18 يونيو، ويبدو أننا على موعد مع 18 يونيو العيد الثاني لمصر في نفس اليوم، يوم 18 يونيو، بس المرة دي 56. ايه اللي حصل؟ رحل آخر جندي بريطاني عن مصر بعد احتلال دام 74 سنة، من 1882 ل 1956، 74 سنة. خرج الإنجليز من مصر بيتكلموا عربي وإحنا ما بنتكلمش إنجليزي، ودي ميزة كبيرة جدا. وده كان بيدل على شيء، بيدل على إن الشعب المصري شعب له هوية، له شخصية. بنأثر في المستعمر ولا نتأثر به، لنا جذور، لنا أصل، لنا أصل، لنا شخصية. لا طبعا دي ميزة كبيرة جدا. ميزة إن أنت تأثر في المستعمر وهو ما يأثرش فيك. لنا شخصية، أنت اللي بتفرض نفسك، مش هو اللي بيفرض نفسه عليك. خلاص؟ طيب، وفي 26 يوليو 56 قرار جريء جدا من رئيس الجمهورية أيامها جمال عبد الناصر. يوم 26 يوليو قرار سياسي أكتر منه اقتصادي. خرج الرئيس جمال عبد الناصر اللي اتولى بعد محمد نجيب، عشان الأحداث ما تدخلش في بعضها.
لا، كان حصل خلاف بين قادة الثورة، وكانت عزل محمد نجيب وتولى جمال عبد الناصر. قرار رئيس الجمهورية مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية، وانتقال كل ما لها من حقوق وأموال وكل ما عليها من التزامات للدولة المصرية، لتصبح شركة مصرية بإدارة مصرية 100%. وده كان قرار جريء جدا بيتحدى به انجلترا وبيتحدى به فرنسا، علشان كده كان ليه تأثير عسكري، لأن انجلترا وفرنسا ومعاهم إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية عملوا العدوان الثلاثي على مصر في نفس السنة 56. عشان كده بقولك كان قرار قوي جدا، كان قرار قوي جدا. الحمد لله ربنا سترها معانا في العدوان الثلاثي، وانسحبت القوات المعتدية من مصر الحمد لله. يبقى يوم 26 يوليو 56 تم تأميم الشركة العالمية لقناة السويس. تم تأميمها ايه؟ شركة ايه؟ شركة مساهمة مصرية بإدارة مصرية 100%. عشان كده رغم ان قناة السويس ديت حاجة اقتصادية، لكن احنا شرحنا في الانجاز الايه؟ لان ده قرار سياسي اكتر منه قرار اقتصادي. طلع الرئيس وقال لك اموالنا وردت الينا، فلوسنا ورجعت لنا، وبدأنا ناخد بقى ايراد القناة بالكامل، وتم توجيهه للعديد من المشروعات مثل بناء السد العالي في الفترة ديت. لأن الثورة مش هتكتفي بإنجازاتها السياسية. يبقى تعالى يلا نفتكر مع بعض. لغينا الايه؟ حلينا الايه؟ لغينا الايه؟ وأعلنا وعيننا أول لجمهورية، ووقعنا الإت، ثم رحلت القوات ثم تأميم الشركة العالمية لقناة السويس. يبقى لغينا الدستور، حلينا الأحزاب، لغينا الملكية، وأعلنا الجمهورية، وعيننا محمد نجيب أول رئيس لجمهورية، ثم توقيع الإت، ثم رحيل القوات، ثم تأميم الشركة العالمية لقناة السويس. يبقى ده كان في الإنجاز السياسي. يبقى تقدر تقول في الإنجاز السياسي لما احنا أممنا قناة السويس كده بنقضي على على الاحتكار، ولما عملنا اتفاقية الجلاء بنقضي على على الاستعمار، ولما لغينا الأحزاب بنحاول نعمل حياة ديمقراطية سليمة. يبقى ايه اللي بيحقق المبادئ؟ الإنجازات. ايه اللي بيحقق المبادئ؟ الإنجازات. يبقى الساعة كام معانا؟ نكمل ولا ايه؟ في درس ولا؟ يلا اتفضل. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الانجاز اتكلمنا عن الانجاز السياسي. خلاص؟ لو انت عايز تراجع الانجاز السياسي سريعا يعني، طبعا ده الملك فاروق، وده اسماعيل بيك شيرين، تنظيم الضباط الاحرار، حريق القاهره، كل الجزئيه دي عدينا عليها. السادات، وادي بيان الثوره الاول، موقف الجيش، موقف الشعب، موقف الوزاره، الملك هو بيغادر البلاد، 3 قضاء و3 اقامه. خلاص؟ لما تيجي تراجع بسرعه كده يلا، مين القى البيان الاول للثوره؟ اللي القى البيان طيب اللي كان باسم اللواء مين؟ محمد نجيب. خلاص؟ حصل تأييد شعبي للثوره، صح؟ فده زود الروابط والسياسيه. طيب
انضمت كل فرق الجيش للثوره، صح ولا غلط؟ طيب الثوره قامت في عهد وزاره مين؟ اللي مسك الوزاره كام يوم؟ يوم واحد. اول مطلب للثوره كان تكليف مين؟ عشان يتخلصوا من مين فاكرينه؟ اللي هو وزير الايه؟ الحربيه. طيب العلاقه بين اجتماع الشعب 1805 في محمد علي، الشعب لما اتجمع في بيت القاضي عشان يعينوا محمد علي، شبه نفس الاجتماع بتاع يوم 23 ايه؟ يوليو، لان في 1805 كانوا هيعزلوا خورشيد ويعينوا مين؟ هنا هيعزلوا الملك ايه؟ فاروق. طيب علي ماهر كده اتولى الوزاره المره الكام؟ الرابعه. اخر وزاره تم تشكيلها في اواخر عهد فاروق هي وزاره علي، لان هو عامل الوزاره بعد كده اتعزل. طبعا اتنازل لمين؟ ها؟ وطبعا كان في اسكندريه، يبقى كان في قصر راس الايه؟ التين. طيب لكن لو في القاهره كان يبقى في قصر ايه؟ عابدين. ايه سبب قبول الملك الوثيقه؟ ان الجيش مسيطر على كل حاجه والشعب ايه؟ مع الجيش. تخلصت مصر من اخر بقايا الحكم، لان محمد علي في الاساس كان والي عثماني خلاص بعد ثوره 23 ايه؟ يوليو. طيب القضاء على الاستعمار واعوانه ده كان بيمثل المبدا الاول، لكن الاحتكار المبدا، الاقطاع المبدا، العداله الاجتماعيه المبدا، والجيش القوي المبدا، الحياه الديمقراطيه المبدا. فانا لازم احفظ المبادئ بارقامها. طيب تلاحظ ان معظم المبادئ مركزه على الجانب الايه؟ السياسي والاجتماعي. ودي صوره اللواء محمد نجيب زي ما انت شايف كده. محمد نجيب وادي وراه جمال عبد الناصر اهوت، وهو طالع من مبنى قياده الجيش والشعب مقابله بالتصفيق والهتاف، وده كان دليل على تأييد الثوره. انجازات الثوره: سياسيا لغينا الدستور، حلينا الاحزاب، لغينا الملكيه، وقعنا الاتفاقيه، رحلت القوات البريطانيه، وتم تأميم الشركه العالميه لقناه الايه؟ وخلي بالك بقى ان تأميم قناه السويس ادى الى العدوان الثلاثي على ايه؟ فده يعتبر اثر سلبي من الناحيه الايه؟ وبكده يكون قضينا على الاحتكار وسيطره راس المال على الحكم. تعال بقى نشوف الانجاز الاجتماعي. تعال نشوف الانجاز الاجتماعي. اجتماعيا بقى يا استاذ، اجتماعيا تعال نشوف ايه اللي هيحصل. يبقى الانجازات الاجتماعيه. حد فاكر الفلاح كان بيعاني من ايه؟ اللي هو كان اسمها ظاهره الاقطاع. يبقى اجتماعيا هنحقق المبدأ الثالث اللي هو القضاء على الإقطاع. يعني ايه يا أستاذ؟ يعني في 9 سبتمبر، وده كان يعتبر أول إنجازات الثورة، 9 سبتمبر 52 في نفس سنة الثورة. إيه اللي حصل؟ 9 سبتمبر 52 صدر قانون اسمه قانون الإصلاح الزراعي. قانون الإصلاح الزراعي كان بينص على إيه؟ لا يجوز لأي شخص أن يمتلك أكثر من 200 فدان ويتصرف لأولاده ب100 فدان. طب ما كان في ناس عندها 200,000 فدان واللي عنده 2000 فدان و5000 فدان، قال لك لا يجوز. فهنا الأراضي رجعت للحكومة المصرية، قامت الحكومة موزعة الأراضي على الفلاحين، كل أسرة بمعدل من 2 ل5 فدادين حسب عدد الأسرة. يبقى كده الفلاح أصبح مالك للإيه؟ للأرض الزراعية. تاني حاجة، الأرض ما كفتش الفلاحين، قال لك خلاص لا يجوز لأي شخص أن يمتلك أكتر من 50 فدان. طبعا مين اللي انضر؟ طبعا كبار الملاك والأعيان انضروا. انت عارف اصلا كان في اقطاع ليه؟ لان الاحتلال هو اللي عمل كده. الاحتلال كان بيوجد طبقه من الملاك تكون مصالحها مرتبطه بمصالح الاحتلال. خدت بالك؟ يعني كده الناس اللي كانت يعني الايه؟ اللي مسيطره على الارض كانت بتقول لك يا ريت الثوره ما قامت. صح؟ طيب المهم، يبقى هنا بقى اصبحت اقصى ملكيه كام؟ 50 فدان، والفلاح معاه من 2 الى ايه؟ 5 أفدنة مما زاد من تملك الفلاحين للأرض. يبقى أنا كده قضيت على الإقطاع، يبقى حققت المبدأ الثالث.
الانجاز اللي بعده في الاجتماعي تحقيق المبدأ الرابع. المبدأ الرابع كان ايه؟ عدالة اجتماعية. زي ما شفنا في الاحداث الاولى للثورة، التعليم كان للاغنياء بس، والعلاج والصحة للاغنياء بس، مفيش. علشان كده واحد، تم تعميم مجانية التعليم. تعميم مجانية، بيفكرني بوزارة الشعب. تعميم مجانية وزارة سعد زغلول. تعميم مجانية التعليم في كل المراحل حتى التعليم الجامعي. دي واحد. اتنين، الموظفين والعمال اللي كان بيحصل لي كان يتصاب في العمل كانش يلاقي ياكل، قال لك ما عادش فيه الكلام ده. امال هتعمل ايه؟ قال لك قوانين التأمينات والمعاشات للعمال والموظفين. كده العامل استفاد ولا ما استفادش؟ الطالب استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد. مش بس كده، تحديد ساعات العمل. فاكر الرأسماليين؟ فاكر الرأسماليين اللي كانوا بيعذبوا الناس؟ ما عادش فيه الكلام ده. تحديد 7 ساعات للعمل يوميا. تشتغل 7 ساعات بأجرك، تاخد أجر. اشتغلت زيادة تاخد زيادة. طيب تعالى بعد كده، إشراك العمال. العمال بقوا شركاء في مجلس الإدارة. العمال بقى لهم نسبة في الأرباح، يعني المصنع يكسب أكتر، العامل يقبض أكتر. مش بس كده، والأول مرة منحت المرأة المصرية، منحت المرأة المصرية حق الانتخاب، أصبح لها صوت، والترشيح، تترشح كمان في مجلس النواب اللي كان أيامها اسمه مجلس الأمة. خلاص؟ يبقى المرأة استفادت ولا ما استفادتش؟ والطالب استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد. والفلاح استفاد. والموظف والعامل. الرأسماليين اللي كانوا بيستغلوا جهود العمال، والأعيان اللي كانوا مالكين الأرض الزراعية، استفادوا ولا انضروا؟ انضروا. طب هم عشان ينضروا ده حاجة إيجابية ولا سلبية بالنسبة لنا؟ لينا احنا؟ إيجابية، لأن ده بيحقق العدالة الإيه؟ الاجتماعية. خلاص؟ في مشاكل لحد كده؟ يبقى احنا بس هنتوقف عن، خدنا الإنجاز السياسي والإنجاز الإيه؟ الاجتماعي. هنقف لحد هنا خلاص.